فهو الذي غفر الذنوب والزلات، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وناصر المؤمنين وكاشف الضر عن البائسين، وأشهد أن المبعوث رحمة للعالمين محمدًا عبد الله ورسوله. على ذلك فصل ولو ركعتين، صلي الفرائض وحافظ عليها، لا أقل من أن تصلي الفجر في جماعة والعشاء في جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اليوم هو يوم الجائزة، يوم عيد الفطر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله عيد خير وبركة على الأمة الإسلامية جميعا وعلى الجالية المتواجدة هنا خاصة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم بينهم المحبة والرضا. وقد اجتمع اليوم يوم عيدين، عيد الجمعة وعيد الفطر المبارك. ولا شك أن العلماء قد اختلفوا في اجتماع يوم العيد مع يوم الجمعة، فقال البعض بأن من حضر العيد وإذا لم يستطع أن يأتي فلا حرج عليه. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العوالي، أي الذين من مكان بعيد، رخص لهم في ذلك. ولكن من كان متواجدا وليس عنده عذر وكان قريبا فليأتي إلى الجمعة، لأن في الحقيقة العيد لا يسقط الجمعة، بما أن الجمعة فرض وأن العيد سنة. ولا حرج إن أقام المسلم الصلاتين، صلاة العيد وصلاة الجمعة. لكن من لم يستطع أن يصلي الجمعة فلا حرج عليه أن يصليها ظهرا 4 ركعات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا الله جميعا إلى ما يحب ويرضى، وكتب لنا ولكم الأجر والقبول والثواب، وأعاد علينا وعليكم الأيام بخير وصحة وسعادة، وأعاد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وعلى الأمة الإسلامية وهي ترتع في ثوب العزة والكرامة. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وكل عام وأنتم بخير. تقبل الله منا ومنكم. أنا واحد من الجالية المغربية، أعيش في إسبانيا، مدينة مالاغا. الحمد لله هذا النهار رحنا في واحد مصلى في مالاغا. الحمد لله الأجواء جيدة وكل شيء على ما يرام، كل شيء بخير. تقبل الله منا ومنكم صلاتنا وصلاتكم، وكل شيء بخير الحمد لله. بارك الله فيكم أخ سيدي محمد رشدي، أرشدكم الله ويسر الله أمركم. كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله. بارك الله فيكم على هذه المبادرة الطيبة التي تواكب حضور الجالية المسلمة عموما والجالية المغربية على وجه الخصوص. هذا يشرف أنه واحد من أبنائها يهتم بأمورها ويواكبها. فلله الحمد كما رأيتم في هذا الملعب هذا اللي هو كيتسمى 26 فبراير في منطقة ملقا، يسر الله سبحانه وتعالى أنه قمنا بشعائر أداء صلاة عيد الفطر، أعاده الله على الأمة الإسلامية والناس جمعاء بالخير والأمن واليمن والبركة والسلام للجميع. فالحمد لله الجالية المغربية خصوصا والإسلامية عموما من عدة جنسيات كيحضروا هنا الحمد لله الأداء هذه الشعيرة هذه، وللتآخي وللتآزر وللتعارف وللتناصح، حتى ما كيحش الإنسان بالوحدة أو بالغربة. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى. فأتمنى الله سبحانه وتعالى أن يعيدها أعواما عديدة وأزمنة مديدة إن شاء الله، وأن يؤلف بين القلوب. وحقيقة كنشكر شخصه ليس مجاملة سيدي محمد والسلطات اللي سمحات بهذه المبادرة هذه، ولا الناس المسؤولين، المكتب المسؤول على هذا الملعب ديال 26 فبراير. وهذا إن دل فإنما يدل على التآخي وعلى الترابط، وعلى أن الجالية تعطي سمعة طيبة، لأنه كما قالوا نحن سفراء، ماشي غير سفراء المغرب أو سفراء دولة معينة، ولكن سفراء الإسلام.
فيحذر كل منا ان يؤتى من جهته. فالانسان لما كيتعامل مزيان وكيعطي صوره طيبه فالكل كينتفع، لكن لما كيعطي واحد صوره سيئه الكل كيتضرر. فلهذا نحرص على تربية أبنائنا، نحرص على تربية أبنائنا تربية يعني صالحة، نحرص على التعامل فيما بيننا يعني معاملة طيبة، أن نتآخى فيما بيننا، أن يكون كل واحد منا سند للآخر. حنا جينا ولقينا الحمد لله ناس اشتغلت، فكذلك حنا نشتغل كذلك في هذه الأمور هذه باش نتركوا واحد البصمة، باش وليداتنا وبنياتنا وحفادنا يكبروا ويلقاو حتى هما يحملوا المشعل ويزيدوا القدام. بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله خير، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.